لو بتحب شخص من طرف واحد تقدر تتصرف ازاي في الموقف الصعب ده؟ يعني لو قدرك الجميل خلاك تحب حد هو مش عارف انك عايش اساسا، انت بتموت فيه وهو بيعاملك كصاحب وحاطك في الفريند زون عادي جدا. بص، في البدايه انا هقولك على 3 مبادئ حطهم حلقه في ودنك بجد. اولا، مشاعرك تجاهه مش معناها بالضروره ان هو كمان هيبادلك نفس المشاعر دي. يعني اوعى الشيطان يهيئلك ان كل ما هتحبه اكتر وتبين له قد ايه انت بتموت فيه هو بقى هيتسحر وهيحبك زي ما انت بتحبه. المبدأ التاني، لازم يكون عندك خطة احتياطية جوه عقلك بتتقبل فيها فكرة انك والشخص ده ممكن ما تكملوش مع بعض او ممكن علاقتكم اصلا ما تبدأش، او بمعنى اصح ما تخليش مشاعرك تعميك. زي ما انت بتفكر ازاي تخليه يحبك، فكر برضو ايه اللي هيحصل لو ما حبكش. الذكاء هنا علشان تحمي نفسك من الاحباط هو انك تحط لنفسك خطة انه ممكن الموضوع ما يكملش. المبدأ الثالث، اتأكد من حقيقة مشاعرك. مش كل شعور حلو بتحسه تجاه الشخص ده ممكن يكون حب، ممكن يكون اخر حاجة الحب. ممكن تكون احتياجات نفسية وعاطفية، ممكن اي صديق يقدر يشبعها لك عادي، مش شرط الشخص ده. ممكن يكون الموضوع مقارنه، انت بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك اللي عماله ترتبط، فانت عايز ترتبط لفكره الارتباط مش علشان الشخص ده. ممكن يكون الموضوع انبهار، انت بس منبهر بتصرفاته وبسلوكياته الجديده الجميله عليك دي، فمخلياك سارح في الملكوت كده. عارف المصفى كده؟ اشتري مصفى حط فيها مشاعرك وابدا خلخلها كده 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 لحد ما يبقى في الاخر حقيقه مشاعرك. والشيء ده هيساعدك انك تفهم نفسك ويقلل بنسبه كبيره جدا تعلقك المفرط تجاه الشخص ده. عرفنا مبادئ، طب نتصرف ازاي بقى؟ رقم 1، اتحكم في اظهار مشاعرك قدامه. بص، طالما كده كده هو ما عندوش مشاعر تجاهك، فكلما انت بينت له انك تقيل هيكون احسن بالنسبه لك. احسن ما يكونش عنده مشاعر تجاهك وكمان بيشوفك ان انت هيمان عليه. قلبك هيرخم عليك ويقول لك يا عم ما تقول له الكلمه الحلوه دي، يا عم لمح له التلميح ده. لا، لما يبادلني ان شاء الله نفس المشاعر ابقى اعبر له كويس. تاني خطوه، اعرف ايه هي احتياجاته النفسيه والعاطفيه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يمكن يحبك فعلا. اعرف ايه هي النقاط اللي هو مفتقدها في حياته وابدا لبيها له واشبعها له. اخر واهم خطوه، ما تستعجلش. انا عارف ان العاطفه الملتهبه دي هتخليك كده عايز بسرعه جدا بقى يعترف لك لا، مفيش حاجه كده. لو هو بيعاملك كصديق عامله كصديق عادي جدا، لو بيعاملك كاخ عامله كاخ عادي جدا، لو بيعاملك زماله في الشغل عامله زماله في الشغل عادي جدا. المهم انك تتأنى كويس جدا وما تاخدش خطوه متهوره علشان ما تتحرقش قدامه. اتمنى يكون كلامي ده فاتكم، ولو عايزين النوعيه دي من الفيديوهات تستمر انتوا عارفين هتعملوا ايه كويس. باي باي.